يا أهلا بيكم. النهاردة هنفك شفرة مجموعة كبيرة من الكلمات الإنجليزية اللي بنسمعها كتير وبنتلخبط في معانيها. حضر ورقك وقلمك لأننا هنشوف معاني واستخدامات لأول مرة هتعرفها. يلا بينا. شرح الكلمات. Imaginary خيالي غير حقيقي. Imaginary people are in his head. أشخاص خياليون موجودون في رأسه. Imaginary monsters don't exist. الوحوش الخيالية غير موجودة. Gig حفلة موسيقية أو شغلانة مؤقتة. I have a gig tonight. عندي حفلة الليلة. This gig is well paid. هذه الوظيفة المؤقتة أجرها جيد. Modeling عروض الأزياء أو عمل نماذج. She started modeling at 16. بدأت عمل في عروض الأزياء في سن 16. Modeling clay is fun. عمل نماذج بالصلصال أمر ممتع. Entrance مدخل أو دخول. Wait at the main entrance. انتظر عند المدخل الرئيسي. The entrance was spectacular. كان الدخول مذهلاً. In jail في السجن. He is currently in jail. هو حالياً في السجن. Life in jail is hard. الحياة في السجن صعبة. Press الصحافة أو يضغط. The press reported the news. الصحافة نقلت الخبر. Press the red button. اضغط على الزر الأحمر. Evasion تهرب أو مراوغة. His evasion of the truth was clear. تهربه من الحقيقة كان واضحاً. Evasion is a clever tactic. المراوغة تكتيك ذكي. Tax evasion تهرب ضريبي. Tax evasion is a serious crime. التهرب الضريبي جريمة خطيرة. He went to prison for tax evasion. دخل السجن بسبب التهرب الضريبي. Stocks أسهم في البورصة أو مخزون. I bought some stocks today. اشتريت بعض الأسهم اليوم. Our stocks are running low. مخزوننا ينفد. Level up يرتفع للمستوى الأعلى أو يطور نفسه. I need to level up in the game. أحتاج أن أرتفع للمستوى الأعلى في اللعبة. You should level up your skills. يجب أن تطور مهاراتك. Stay off المعنى يبتعد عن أو لا يقترب. مثال Please stay off the grass. من فضلك ابتعد عن العشب. Stay off social media for a while. ابتعد عن وسائل التواصل لفترة. Stand out المعنى يبرز أو يكون متميزاً. مثال You really stand out in a crowd. أنت فعلاً تبرز وسط الحشد. Bright colors stand out more. الألوان الزاهية تظهر أو تبرز أكثر. Notable المعنى بارز أو ملحوظ. مثال This is a notable achievement. هذا إنجاز بارز أو ملحوظ. He is a notable scientist. إنه عالم مرموق أو بارز. Notably المعنى بشكل ملحوظ أو خاصة. مثال The food was notably fresh. الطعام كان طازجاً بشكل ملحوظ. Many people came, notably our family. حضر الكثيرون خاصة عائلتنا. Doesn't it المعنى أليس كذلك؟ للسؤال عن الأشياء غير العاقلة. مثال It looks good, doesn't it؟ إنه يبدو جيداً، أليس كذلك؟ It works, doesn't it؟ إنه يعمل، أليس كذلك؟ Isn't it المعنى أليس كذلك؟ تستخدم للتأكيد. مثال It's a beautiful day, isn't it؟ إنه يوم جميل، أليس كذلك؟ That is true, isn't it؟ هذا صحيح، أليس كذلك؟ Hunting المعنى الصيد، صيد الحيوانات البرية. مثال I enjoy hunting in the forest. أستمتع بالصيد في الغابة. He went hunting yesterday. ذهب للصيد بالأمس. Fishing المعنى صيد السمك. مثال Fishing is a relaxing hobby. صيد السمك هواية مريحة. Let's go fishing at the lake. لنذهب لصيد السمك في البحيرة. Ranger المعنى حارس الغابة أو جوال. مثال The park ranger helped us. ساعدنا حارس الحديقة أو الغابة. He works as a forest ranger. يعمل كحارس غابات.
bury المعنى يدفن. مثال Dogs often bury bones. الكلاب غالباً ما تدفن العظام. They will bury the treasure here. سوف يدفنون الكنز هنا. 21. Clear visibility. رؤية واضحة. مثال The pilot had clear visibility. كان لدى الطيار رؤية واضحة. We need clear visibility to drive safely. نحتاج لرؤية واضحة للقيادة بأمان. 22. Visibility. الرؤية أو مدى الرؤية. Visibility was low due to fog. كانت الرؤية منخفضة بسبب الضباب. High visibility is important for pilots. مدى الرؤية العالي مهم للطيارين. 23. Paradise. جنة أو فردوس، مكان رائع. This island is a paradise. هذه الجزيرة هي جنة. Living here is like paradise. العيش هنا يشبه الفردوس. 24. Heaven. السماء أو الجنة المعنى الديني. She believes in heaven. هي تؤمن بالجنة. This cake tastes like heaven. طعم هذه الكعكة مثل الجنة أو روعة. 25. Sort of. نوعاً ما. مثال I'm sort of tired. أنا متعب نوعاً ما. It's sort of a secret. إنه نوعاً ما سر. 26. Core. قلب الشيء أو الجوهر. مثال Don't eat the apple core. لا تأكل قلب التفاحة. Respect is at the core of our friendship. الاحترام هو جوهر صداقتنا. 27. Hardcore. مخلص بشدة أو متشدد أو قوي جدا. He is a hardcore fan. إنه مشجع متفان أو مخلص بشدة. That's some hardcore training. هذا تدريب قوي جدا أو شديد. 28. Chase. يطارد أو ملاحقة. The police will chase the thief. الشرطة سوف تطارد اللص. Don't chase after him. لا تطارده. 29. Approximately. تقريبا. It takes approximately 1 hour. يستغرق الأمر ساعة واحدة تقريبا. The price is approximately $50. السعر تقريبا $50. 30. Very badly. بشكل سيء جدا أو بشدة. He was hurt very badly. لقد أصيب بشكل سيء جدا. I want it very badly. أريد ذلك بشدة. Let's get out of here. المعنى لنخرج من هنا. مثال This place is scary. Let's get out of here. هذا المكان مخيف. لنخرج من هنا. It's late, so let's get out of here. الوقت تأخر. لذا لنخرج من هنا. I'm on my way. المعنى أنا في طريقي. مثال Don't worry, I'm on my way. لا تقلق. أنا في طريقي. I'm on my way to the office. أنا في طريقي إلى المكتب. Drop by. المعنى يمر على. زيارة قصيرة غير مخطط لها. مثال Please drop by any time. من فضلك مر علينا في أي وقت. I will drop by your house later. سأقوم بزيارتك سريعاً لاحقاً. Drop in. المعنى يزور فجأة بدون ميعاد. مثال Feel free to drop in. لا تتردد في زيارتنا فجأة. Guests often drop in on weekends. الضيوف غالباً ما يزوروننا فجأة في عطلات نهاية الأسبوع. Drop off. المعنى يوصل شخص أو شيء أو ينام فجأة. مثال Can you drop off this package? هل يمكنك توصيل هذا الطرد؟ He might drop off during the movie. قد يغلبه النوم أثناء الفيلم. Drop out. المعنى ينسحب من دراسة أو مسابقة. مثال He had to drop out of college. اضطر للانسحاب من الكلية. Why did she drop out of the race? لماذا انسحبت من السباق؟ Anymore. المعنى لم يعد. تستخدم في النفي. مثال I don't live there anymore. لم أعد أعيش هناك بعد الآن.
We don't talk anymore. لم نعد نتحدث بعد الآن. Ever المعنى أبداً أو في أي وقت. مثال: Have you ever been to Paris؟ هل ذهبت إلى باريس من قبل أو أبداً؟ This is the best cake ever. هذه أفضل كعكة على الإطلاق. Farmer المعنى فلاح، صاحب مزرعة أو عامل بها. مثال: The farmer wakes up early. الفلاح يستيقظ مبكراً. Every farmer loves his land. كل فلاح يحب أرضه. Grower المعنى مزارع، شخص يزرع نوع معين من المحاصيل. مثال: He is a rose grower. إنه مزارع ورود. The apple grower had a good harvest. مزارع التفاح كان لديه حصاد جيد. خاتمة الفيديو. وبكده نكون خلصنا 40 كلمة بتوعنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا الفرق بين الكلمات المتشابهة زي drop by و drop off. أسئلة للمشاهدين: تقدروا تقولولي في التعليقات جملة باستخدام كلمة hardcore؟ إيه أكتر كلمة في القائمة دي كنتوا بتتلخبط فيها ودلوقتي فهمتها؟ لو خيروك تكون farmer ولا ranger تختار إيه وليه؟ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك لو الفيديو عجبكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.